بتبتدي قصتنا في احدى الليالي وبنشوف شاب عادي كان بيعدي الشارع وهو بيتكلم في التليفون، لكنه ما كانش يعرف ان دي بداية النهاية، لان في اللحظة دي ومن العدم بتظهر عربية كبيرة وبتخلص عليه. بيفضل بعدها الواد سايح في دمه حتى فارق الحياة. بس مين الواد ده اصلا وكان بيعمل ايه بالظبط؟ لكن عشان نعرف الاجابة نحتاج نرجع بالزمن شوية. الشاب ده زيه زي اي شاب شغال شغلانة عادية، لكن في وسط ما هو شغال بتجيله مكالمة من مراته وبتطلب انهم ينفصلوا عن بعض، وده لانه مش عارف يوفر طلباتها والحاجات اللي هي محتاجاها. وساعتها طبعا الواد قلبه بيتكسر وبيبقى حزين جدا، وبعد ما بيخلص شغله بيمشي في طريقه. ساعتها ابوه بيرن عليه وبيقول له ان صاحب البيت عايز الايجار واحنا معناش فلوس، لكن الواد بيطمنه وبيقول له ان هيحل المشكله خلاص. بس وقتها كان بيعدي الطريق واخد باله ان في عربيه جايه، لكن في اللحظه دي بيشوف بنت بتلعب والعربيه كانت هتخبطها، فبيجري بسرعه وبيزقها في اخر لحظه، لكن التمن كان غالي جدا. الواد وقع على الارض وكان سايح في دمه، بيقول ليه بيحصل معايا كل ده؟ انا عملت ايه طيب؟ كان نفسي اعيش الحياه اللي بتمناها، ولكن كل حاجه خلاص انتهت. وبعدها بيلفظ انفاسه الاخيره وبيموت. لكنه لما بيفتح عينه من تاني بيلاقي نفسه في مكان غريب، فبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لنهاية الطريق. وساعتها بيظهر قدامه مخلوق مرعب بيمدله ايده وبيقول له تعالى في حد عايزك، وبالفعل الواد بيروح معاه. بعدها بيلاقي نفسه قاعد قدام شخص غريب كده كان عمال يقلب في الورق وهو مستغرب، وساعتها بيتعصب وبيقول له انت مين خلاك تموت بسرعة؟ فالواد بيستغرب وبيقول له قضاء وقدر، هنعمل ايه يعني؟ والله انا ما كنتش عايز اموت بس اللي حصل بقى. فالراجل بيقول له انت المفروض كنت تعيش لحد ما يبقى عندك 98 سنة، انت مت بدري 80 سنة يا استاذ. فساعتها الواد بيقول له دي مش مشكلتي، وطالما كده ازاي تسمح بحاجة زي دي؟ فالشخص ده بيقول له والله بص انت عندك حق، انا مش هقدر ارجعك لحياتك من تاني، ولكن كتعويض من عندي ممكن اوديك لحياة تانية. وساعتها الشخص ده بيعرض عليه حيوات كتير يختار منها. في الاول بيقول له تبقى جنرال حرب، لكنه بيرفض. بيقول له طيب تبقى عالم، بس برضه الواد بيرفض. فساعتها بيعرض عليه اخر خيار عنده هو ان يبقى حاكم، لكن الواد بيرفض وبيقول له انا مش عايز يبقى عليا مسؤوليات كتير، انا عايز لما ارجع الحياة اكون عايش حياة سهلة وبسيطة، ولكن عايز يبقى معايا فلوس كتير والكل بيحبني، وفي نفس الوقت مش محتاج اني اعمل شغل كتير. فساعتها الراجل ده بيقول له طلبك عندي، وبيطلب منه يعدي الجسر ده وبعدها يرجع للحياة من تاني. وفعلا بيعديه، وهناك بيلاقي واحدة كده بتديله مشروب، بتقول له اشربه وساعتها هترجع. لكن قبل ما الواد يشرب فجأة بيظهر قدامه وحش ضخم وبيبدأ يدمر المكان، لكن البت مش بتسكت وبتطلع محاربين كتير وبتهجم عليه، لكن الوحش بيكون قوي جدا والمكان بدأ ينهار. فساعتها البت بتقول له اجري بسرعة وادخل البوابة، لكن الواد ما كانش عارف انهي بوابه بالظبط والمشروب بيقع منه، لكنه في اخر لحظه بيدخل واحده عشوائيه منهم. بعدها بنشوف انه اتولد كامير مملكه الغرب وابوه يبقى ملك المملكه دي. ساعتها الواد بيفرح جدا وبيقول ايوه هو ده بقى الكلام ولا بلاش يا صديقي. بيعدي بقى على الكلام ده 15 سنة والواد كبر وبقى شاب قد الدنيا، وبالمناسبة بيكون اسمه نيك. كان قاعد ياكل زي المفجوع، وبعد ما بيخلص بيقول لابوه وامه انا هطلع بره اتدرب شوية، لكن في الحقيقة هو مش بيتدرب ولا نيلة، ده مقضيها لعب وهزار. وطبعا اهله بيكونوا واخدين بالهم من الموضوع ومدركين انه عيل فاشل ومفيش منه اي فايدة، وللاسف ما كانوش عارفين يعملوا ايه في الموضوع ده، لان على كده نيك مش هيبقى وريث المملكة، وده طبعا لان ما عندوش الامكانيات. وده كان حاطط ابوه في وضع صعب جدا، لان القوانين بتجبره بعد فترة معينة يورث الحكم لشخص تاني، ولو الوريث ما عندوش الامكانيات المناسبة للحكم فلازم يلاقي حد عنده الامكانيات ولو حتى مش من عيلته، وده بيعني ان ممكن الحكم يطلع بره عيلتهم، وطبعا هو مش عايز يعمل كده. فهل هو ممكن يكسر القوانين عشان يحافظ على بقاء عيلته في الحكم؟ لكن لا. ساعتها الاب واللي بالمناسبة اسمه جي بيقول للمساعد بتاعه اللي اسمه لاي ما تقلقش، كل حاجة هتمشي زي ما هو مخطط ليها، وهيكون نيج هو الوريث الشرعي بتاعه، هو اللي هيمسك الحكم من بعدي، ولكن ده في حالة ان عنده القوة الكافية عشان يقدر يحافظ على الكرسي. بس لو اتضح انه مش الشخص المناسب انا مش هخلي عيلتنا تبوظ على ايد ابني. المهم ساعتها جي بيتحرك عشان يروح على مكان نيك، واول ما بيروح بيكون نيك في سابع نومه. فساعتها اصحابه بيقولوا له خلي بالك ده ابوك، واول ما بيسمع كده بينط من مكانه وبيعمل نفسه بيتمرن، لكن ابوه طبعا فاهم اللي فيها، بيقول له انت مش محتاج تعمل الهري اللي بتعمله ده، المفروض في سنك ده تكون اقوى مني، لكنك مضيع كل وقتك في اللعب. لكن بص بقى، زمان انا كنت مانع انك تروح تتدرب بره حدود المملكه، لكن انا ممكن اغير رايي واوافق، بس ده بشرط واحد، والشرط ده انك تهزم التعبان الشيطان اللي محتجزينه هنا، ولو فعلا قدرت تعمل كده هسمح لك تروح وتستكشف العالم الخارجي. وبالفعل بيوافق نيج على عرض ابوه. بيعدي الوقت بعدها وبيجي وقت القتال المنتظر، لكن امه بتكون خايفه عليه جدا ومش عايزاه يروح، بس هو بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطره، ولكن على عكس ما بيقول اول ما بيدخل بيكون مرعوب ومش عارف يعمل ايه، بس لما بيشوف الوحش بيضحك وبيقول بقى السحليه دي اللي بيخوفوني منها، ده انا اقتلها بصباع رجلي
العجل الصغير، ولكن اول ما بيفكوا الكده عنه بوم انفجار مرعب بيزلزل المكان بالكامل، وبيتحول من سحلية صغيرة الى وحش مرعب ليس له مثيل. هتعمل ايه بقى يا معلم؟ حرفيا الواد بيترعب وبيعملها على نفسه، لكن انت لسه هتخاف. هوب الوحش بيهجم عليه لكنه بيتفاداها في اخر لحظة، وبيدرك ساعتها انه مش هيعرف يهرب خلاص، وده معناه ان مفيش حل قدامه غير القتال. بيقول اكيد يعني ابويا مش هيرميني رمية سودا زي دي، اكيد في مخرج ما او طريقة اخلص بيها من الوحش ده. وساعتها بيهجم عليه بكل قوته، لكن بتعمل ايه بس؟ حرفيا الوحش بضربة واحدة بيرجعه لورا، مش بيسكت على كده وبوم بيطيره، حرفيا مش سايب للواد فرصة وناوي يخلص عليه. ساعتها نيك بينط لفوق عشان يحاول يهجم على الوحش، بس ده عندها يالا ضربة واحدة كانت كفيلة. ساعتها امه بتترعب عليه، لكن جي بيقول لها ما تقلقيش، اتفرجي كويس هو هيعمل ايه. وبالفعل في هالة قرمزية بتطلع من جسم الواد والكل بيتصدم، دي هالة الطاقة بتاعت السماوات التسعة. محدش كان مصدق ان نيجي الكحيان اللي كان مقضيها لعب طول حياته وصل للمرحلة دي من القوة. وساعتها الواد بيركز على الوحش وبياخد باله من ثغرة موجودة في جسمه. ايوه هي دي، بوم في ثانية بيشقها له والوحش بيصرخ، بيتعصب جدا وبيدخل في وضع الهيجان، وساعتها بيتحول لهيئة غامضة محدش كان متوقع انه يوصل لها. ده تخطى كل الحدود وحرفيا قوته بقت مرعبة. شكلها النهاية ولا ايه؟ لكن تفتكر ان الموضوع هيخلص على كده؟ لا والله. جو ساعتها كان واثق في ابنه وبيطلع السيف بتاعه بيرميه لنيك، اللي في ثانية بياخده وبيهجم على الوحش وبوم بيغرزه في نص دماغه. يا جمدانك يا عم، انت كنت مخبي فين القوة دي كلها؟ الوحش بينزف وبيصرخ من شدة الألم، وبعدها بيقع على الأرض وبيموت. وبكده بقى نيك أثبت قوته وفاز في التحدي. بس الموضوع مش بيخلص على كده، والكارثة الحقيقية في الطريق. بعدها بقى ومن غير مقدمات بوم انفجار ضخم جدا وحريق هائل في واحده من مدن المملكه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بس مفيش وقت للتفسير، الكل بيهرب، الكل بيجري، الكل بينجو بحياته. وبنكتشف ان الهجوم ده من وحش مرعب زي اللي نيج لسه مخلص عليه. بس هو مين الوحش ده وبيعمل ايه في المملكه؟ وبنكتشف ان الوحش ده هو ابو الوحش اللي نيج لسه قتله، وجاي عشان يحرر ابنه من اسر عائله نيج. يا حلاوه، ده هتبقى دمار الدمار. وغير كده كمان مش جاي لوحده، ده جاي ومعاه جيش ضخم من الوحوش بيعيشوا في الارض فسادا وبيقتلوا اي حد يجي في وشهم. حرفيا محدش قادر يقف قصادهم، واي حد يقع تحت ايدهم بيكون مصيره هو الموت المحتوم. وفي اللحظه دي الوحش بيطير فوق في السماء وبيشوف مكان بطلنا، وساعتها بيتصدم لما بيشوف ابنه ميت قدامه. الوحش ما كانش مصدق ان ابنه ممكن يموت، بيتعصب جامد وبيهجم على بطلنا وبينزل يقف قدامه. وساعتها ابوه بيقول له يهرب بسرعه لان ما قدامهوش فرصه قدام الوحش المرعب ده. لكن على فين يا حبيبي؟ هوب الوحش بيوقع عليه صخور بتوقفه، لازم تدفع ثمن موت ابني بحياتك. بوم بيهجم عليه لكن الواد بيتفادى الهجوم. بيحاول الواد يهجم وبيفعل تقنيه المياه وبيضرب الوحش، لكنه بيصد الهجوم بسهوله وبوم بيطير دراعه. في الناحيه الثانيه بيكون الجماعه اتحصروا من الوحوش لكنهم مش سهلين برضه. فجاه لاي بيهجم عليهم وبيقطع فيهم واحد ورا الثاني. الام برضه بتفعل قوتها السحريه وبتطلق عليهم هجمات كتير بتقطعهم لحتت، وكمان جي بيهجم على وحش وبيطيره. وساعتها لاي بيقول له ما تقلقش علينا وروح ساعد ابنك، لو سبته يواجه وحش زي ده لوحده ممكن يموت. روح وما تقلقش، الوحوش ده هنقدروا نخلصوا عليهم بسهوله. وبالفعل جي بيجري بسرعه عشان يلحق نيك اللي ما كانش قادر يتحرك. الوحش مش بيسكت وبيهجم عليه، لكن الواد بينط لفوق وبيطلع لاعلى الجرف، بيحاول يهرب من هجمات الوحش باي طريقه، لكن الوحش مش سايبه برضه. وساعتها الواد بيشوف دراعه اللي اتقطع فبيستعمل مهاره سحريه وبيرجعه لمكانه من تاني. بس هوب الوحش بيفاجئه بهجوم خطف وكان هيخلص عليه، لكن في ثانيه جي بيتدخل وبيصد الهجوم. بعدها بياخد نيك بسرعه وبيرميه من على السور، وبيهجم هو على الوحش وبيفعل الهاله الاسطوريه بتاعته. وساعتها الوحش بيترعب من قوته وبيحاول يهرب، لكن على فين؟ هو دخول الباب زي خروجه. جو بيستدعي العقاب السحري بتاعه بينطلق وراه، بيروح قصاده بالسهم وبوم بيرشقها في نص دماغه. مش بيسكت على كده وبينزل عليه بامطار من السهام حرفيا. وساعتها الوحش بيجيب اخره وبيقع في النهر وبيموت. الجمدان ده يا عم الحاج، انا حرفيا ما كنتش متوقع ان قوتك بالعظمه دي. ده على كده بقى شكل اللي جاي دمار الدمار. بعد ما المدعكة دي بتخلص بيرجع نيجي على المدينة اللي اتدمرت من الوحوش، الجثث في كل مكان والوضع كان كارثي. ساعتها الواد بيحس بالذنب وبيقول كل ده بسببي، الخراب، الموت، فقدان اعز الناس، كل ده ذنبه في رقبتي. لو ما كنتش قتلت ابن الوحش ما كانش كل ده حصل. لكن امه بتقول له حتى لو انت اللي غلطان كان المفروض يقتلك انت بس، ولكنه كان حابب يدمر المكان بالكامل، ونتج عن ده المشهد المرعب اللي انت شايفه دلوقتي. المهم بعدها بيرجع نيجي على القصر، وهناك بيقولوا اخبار ان ابو شوان
شوان جه عشان ياخدها، وشوان دي بتكون الخادمه بتاعت بطلنا اللي ساعتها بيستغرب وبيقول ازاي ابوها جاي، هو مش المفروض انه ميت؟ لكننا بنكتشف ساعتها ان شوان ليها ابين، واحد هو ابوها الحقيقي اللي خلفها لكنها مش بتحبه، والتاني كان شخص رباها وكانت بتعتبره ابوها ولكنه للاسف هو اللي مات. المهم ابوها الحقيقي كان جاي عشان ياخدها، لكن طبعا لازم في الاول ياخد الاذن من نيج لانه الامير، وساعتها بيروح له وبيعرف عن نفسه، بيقول انا رئيس قبيله صغيره في المملكه هنا، ولكن بسبب هجوم الوحوش علينا عدد كبير من افراد القبيله هربوا ومحدش عارف هم راحوا فين، وانا دلوقتي عايز اخد بنت شوان عشان تعيش معايا، وده لان عرفت ان المكان هنا مش امان اخر فتره. انا عايز اخلي بنتي معايا في الوقت الحالي لان خايف عليها. وساعتها شوان بتقعد تعيط وما كانتش عايزه تمشي، فساعتها نيك بيقول لها انت عايزه تكملي هنا ولا تروحي مع ابوكي؟ فبتقول له انا عايز افضل معاك هنا، لكن ابوها بيقول لها انت غبيه، القبيله اللي انت جزء منها داخله دلوقتي على معارك كتير ضد قبائل مرعبه، ده غير ان الوحشين اللي نيك قتلهم هو وابوه يبقوا من قبيله الثعابين الشيطانيه، والقبيله دي معروفه بجبروتها وقوتها الكاسحه، واكيد هم مش هيسكتوا على اللي حصل ده ابدا، يعني دي بدايه المعركه مش اكتر، فارجعي معايا بقى انا خايف عليكي، خايف ان دي هتكون بدايه كارثه هتحصل في المملكه كلها، لكن البت راسها والف سيف انها تفضل مع بطلنا وتخدمه. فساعتها نيك بيتكلم معاها وبيقول لها انت عارفه معزتك عندي، ولكن فعلا الوضع صعب وابوكي معاه حق، عشان كده انا شايف انك ترجعي مع ابوكي حاليا، ولما الدنيا تهدى والمملكه ترجع لطبيعتها من تاني ساعتها هكلمك عشان ترجعي لان ما اقدرش استغنى عنك. وفعلا البت بتوافق وبتقرر ترجع مع ابوها من تاني. وبعد مرور شويه وقت جي بيستدعي نيك عشان يتكلم معاه، بيطلع قلاده كده وبيقول له بص يا ابني انا عايزك تخلي دي معاه، دي تبقى قلاده الاضطهاد، لما تبقى في خطر شديد بيهدد حياتك اكسرها، وساعتها بقى انا هعرف اللي حصل وهعرف انك في خطر، ووقتها هاجي باقصى سرعه عشان انقذك من الكارثه اللي هتبقى فيها، بس لازم تخلي بالك من حاجه، القلاده دي ليها نطاق معين بتشتغل فيه، والنطاق ده هو 10000 ميل من حدود المملكه بتاعتنا، بره النطاق ده هتبقى القلاده ملهاش اي 60 لازمه، فلازم تخلي بالك كويس. انت كنت عايز تخرج بره المملكه عشان تتدرب صح؟ وانا قلت لك لو هزمت الوحش هسمح لك تعمل كده، وانا عند وعدي، بس خلي بالك من نفسك كويس وما تخلينيش اندم اني خدت قرار زي ده. واول ما بيسمع نيجي الكلام ده بيكون هيطير من الفرحه، وده لان كان حلمه انه يطلع بره حدود المملكه، واخيرا حلمه اتحقق وهيستكشف العالم، وفعلا مش بيضيع وقته وبيتحرك. بس امه اللي بالمناسبه اسمها يوشي بتكون قلقانه جدا عليه، بتقول له جي مش شايف انك متسارع شويه في القرار ده، خصوصا بعد اللي حصل مع قبيله الثعابين الشيطانيه، لكن جي بيطمنها بيقول لها ابننا قوي مش هيحتاجنا اصلا، بس برضه من جواه بيكون قلقان جدا عليه، لكنه عمل كده عشان يخلي نيج اقوى، لان اكيد العقبات والمشاكل اللي هيتعرض لها في رحلته هتساعده جدا، فاضطر يخاطروا ويطلعوا بره حدود المملكه. بنسيبهم بقى وبنروح لشوان اللي بتكون مع ابوها في القريه بتاعتهم، وبتكون لسه متضايقه ومش طايقه ابوها، لكن فجاه وسط ما هم بيتكلموا بيحصل اعصار كبير، وهوب بيظهر الوحش اللي جي لسه مخلص عليه وبيعدي من فوقهم، صدمة بكل المقاييس، هو ازاي لسه عايش يا جدعان؟ بنروح بعدها لنيجي اللي كان ماشي في الغابة ومعاه 2 من المملكة جو خلاهم يروحوا معاه عشان ياخدوا بالهم منه، لكنه ساعتها بيقدر يفلت منهم وبيروح لمكان تاني، واثناء ما هو بيستكشف المكان فجأة بيطلع تعبان كبير قدامه وبيخليه يعملها على نفسه، والتعبان ده بيطلع انها بنت كده وبتقعد تضحك عليه، والبنت دي بنعرف انها بتقدر تتحول لشكل تعبان. نيك ساعتها بيقول لها انت مين يا بنت انت؟ وليه بتغيري شكلك لتعبان معفن كده؟ انا عندي مشكلة مع ام التعابين دي. لكن ساعتها البنت بتتعصب وبتقول له شكل التعبان مش معفن، ولو ما اعتذرتش دلوقتي هتعامل معاك بشكل مختلف، لكن طبعا الواد بيرفض، فوقتها البت بتتحول تاني وبتستعد عشان تهجم عليه. المهم بنسيبهم بقى وبنروح لمكان تاني في الغابة، وبنشوف شخصين كده شكلهم مريب كانوا بيعملوا تعويذة شكلها خطيرة جدا، قاعدين بيتكلموا عن المعركة اللي حصلت بين 2 من قبيلة الثعابين ومملكة جي. فساعتها واحد منهم بيقول انا كنت عامل حساب وبالفعل عملت تعويذة، والتعويذة دي انا مستني بس تعبان من الثعابين يقع فيها وساعتها هنقدر نتحكم فيه براحتنا. لكن فجأة بيحسوا بحد في المكان فبيجروا يستخبوا بسرعة، وساعتها بيشوفوا نيجي والبت اللي معاهم هما بيتقاتلوا، بيقعدوا يتفرجوا على القتال وبيكونوا مستغربين من هالة نيجي الجبارة، وبيعرفوا ساعتها انه مش شخص عادي. لا البت ساعتها بتهجم على نيجي لكنه بيتفادى كل هجماتها بسهولة، مش بتسكت وبتهجم تاني والواد بيحاول يهديها لكن مفيش فايدة، بتستخدم مهارة بتخليها سريعة جدا وبتصيب نيك في صدره وبتطيره، لكن نيك مش بيستسلم وبيقدر انه يعالج نفسه وبيستعد عشان يكمل القتال ده من تاني، لكن هي كمان مش بتستسلم وبتتحول من هيئة التعبان لهيئة البشر تاني، وبتباغت الواد وبتروح عشان تضربه، وبيستمر القتال بينهم والجماعة لسه بيراقبوهم، وساعتها بيقرروا انهم يعملوا التعويذة قريب منهم، وده عشان يدخلوا فيها اثناء القتال وهم مش واخدين بالهم، وبالفعل بيلقوا التعويذة. بنرجع للقتال بقى اللي كان شرس جدا، ضربة من هنا على ضربة من هنا والدنيا مولعة. ساعتها البت بتتحول لشكل الوحش من تاني وبتهجم عليه، لكن الواد في ثانية بيشتتها بالمية، بس في اللحظة دي البت بتغفله وبتهجم عليه هجوم بيطيره، وايوه ساعتها الواد بيدخل جوه التعويذة، البت برضه بتكمل هجوم عليه والواد بيقول لها استني ده فخ، لكن بعد ايه البت فعلا بتقع في التعويذة وبتبدأ تتفعل، وساعتها البت بتصرخ من الألم وجسمها بدأ
بيتدمر، وهوب واحد بيهجم على نيك وبيطيره بره التعويذه. بيتحول بعدها الوحش مرعب وبيقف قدام بطلنا عشان ما يتدخلش في اللي بيحصل. ساعتها نيك بيستغرب وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل ولا مين الشخص ده ولا حتى مين التاني اللي واقف بعيد وقاعد يحضر في التعويذه. ساعتها البت بتحاول تتكلم، بتقول له الراجل اللي بيعمل التعويذه ده اسمه زهان والتاني المساعد بتاعه. الناس دي قويه جدا ومستحيل تقدر تتعامل معاهم، فلازم تهرب بسرعه والا هتموت. وبالفعل اول ما الواد بيسمع كده بياخد ديله في اسنانه وبيخلع. الوحش كان هيروح وراه لكن زهان بيقول له سيبك منه، الواد ده مش الهدف بتاعنا اصلا، احنا هدفنا البت دي. وساعتها بيطلب منها تستسلم وتبقى تحت طوعه لكنها بترفض طبعا وبتقول له ده على جثتي ياض انت. بس هو مش بيهتم وبيقول لها انت في تعويذه قويه جدا ليس لها مثيل ومستحيل حد يقدر ينقذك من اللي انت فيه. التعويذه دي من قوتها انا مش بقدر اتحكم فيها لفتره طويله، انا دلوقتي متحكم فيها لكن لو خرجت عن السيطره هيكون مصيرك هو الموت لا محاله، فاستسلمي احسن ما تموتي. وبيبدا يعذب في البنت وبيكون نيك شايف كل حاجه. كان عايز يروح عشان ينقذها ولكن في اخر لحظه بيوقفوا باي، وده واحد من الاثنين اللي ابوه بعتهم معاه. بيقول له الشخص ده قوي جدا وانت مش هتعرف تعمل له حاجه، ولو رحت دلوقتي هتموت انت وهي مش اكتر. فساعتها الواد بيطلب منه يروح هو ينقذ البيت وبيقول له انت اكيد قوتك في حته تانية والناس دول مش حاجه قدامك. لكن باي بيقول له الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر، لو عايز تنقذها فاعمل ده بنفسك. وساعتها بيختفي من المكان. يا ترى هو بيفكر في ايه بالظبط؟ المهم نيك بيقعد لوحده وبيحاول يلاقي حل عشان ينقذ بيه البيت لكنه مش بيلاقي حل غير انه يكون اقوى. فبيبدا يجمع كامل قوته وبتطلع منه هاله مرعبه. وباي كان بيتفرج عليه من بعيد وما كانش مصدق اللي بيحصل، بيقول ايه القوه المرعبه دي. بيفضل باي على الحلقه دي لحد بالليل وطاقته بقت كبيره جدا. بس في اللحظه دي بيطلع ديب من الغابه وبياخد باله منه، فبسرعه بينقض على الواد من ظهره عشان يخلص عليه. لكن فجاه هوب بيتقطع لحتت. وطبعا كل ده كان باي شايفه هو والبت اللي معاه اللي كانت منبهره جدا من القوه اللي وصل لها نيك. المهم بنروح لزهان اللي كان بيعذب في البيت عشان تستسلم، وده لانها لازم تستسلم عشان تعويذها تتفعل. لكن برضه البت بتقاوم كل الالم وبترفض تنصاع ليه. وفي اللحظه دي بيحس زهان والمساعد بتاعه بقوه نيك الرهيبه. فساعتها المساعد بتاعه كان عايز يروح لوحده يخلص عليه لكن زهان بيقلق وبيقول له كميه الطاقه دي مرعبه، انا لازم اروح معاك عشان استحاله تقدر تخلص عليه لوحدك. وفعلا بيسيبوا البت في التعويذه وبيروحوا على مكان نيك. ولما بيوصلوا هناك وبيشوفوا الواد بيكونوا مش مصدقين القوه المرعبه اللي هو بيتحكم فيها. بيدركوا ساعتها انهم لو قربوا منه هيكون مصيرهم الموت. فساعتها زهان بيقلع شجره بقوته وبيرميها على نيك لكن الواد في ثواني بيقوم وبيدمرها بضربه واحده. فزهان بيقول له انت قوي فعلا يا نيك وعندك الامكانيات، انت من عيله جي في المملكه الغربيه مش كده؟ للاسف انا ما ينفعش اسيب حد عايش من عيله جي عنده الامكانيات دي لانك في المستقبل هتكون مشكله كبيره لينا، ودلوقتي للاسف انت لازم تموت. لكن نيك مش بيهتم وبيقول له وريني اللي عندك. بيستعد وبيجمع قوته. وفي اللحظه دي الواد بيقدر يجمع بين عنصر الميه والنار، وده في وسط ذهول من زهان ومساعده اللي بيقول هي مش دي قوه السماوات التسعه. ولكن المساعد بيقول له انا مش خايف، هو قوي ولكنه زيه زي اي شخص اكيد عنده نقطه ضعف. وبينقض فجاه على نيك لكن الواد في ثانيه بيحاوطه بقوته وبيخلص عليه. وساعتها زهان بيترعب وبيبقى مش عارف يعمل ايه. بيقعد يعتذر لنيك وبيقول له انا اسف، انا مش هعمل كده تاني، ارجوك اعفى عني. لكن نيك بيكون متعصب جدا منه، بيقول له انت ما تستاهلش الحياه اصلا، انت قتلت ناس كتير وسببت الاذى لناس اكتر، ازاي عايز نعفو عنك بعد كل ده؟ لكن زهان بيقول له انت اكيد هتفهمني، عشان توصل للقوه المطلقه ما ينفعش تخلي مشاعرك تتحكم فيه، انا لازم اعمل كل اللي اقدر عليه عشان اوصل للقوه اللي محتاجها حتى لو ده معناه قتل ناس ابرياء. ساعتها نيك بيتضايق وبيقرر انه يريح العالم كله من شره وبيخلص عليه. وبعدها بيقول لباي انا عارف انك بتتفرج عليا فتعالى بسرعه، هو انا هكون زي الشخص الحقير ده؟ هل انا في المستقبل هضطر ادوس على كل الناس عشان اكون اقوى؟ هل ده الطريق اللي ابويا وامي عايزين نمشي فيه؟ هل ده فعلا طريق القوه المطلقه؟ لكن باي بيهديه وبيقول له لا، كل واحد فينا مختلف عن التاني، انت اللي بتختار طريقك مش طريقك اللي بيختارك، لازم تعرف ده كويس. فساعتها الواد بيطمن وبيروح عشان ينقذوا البيت. وبعد ما بينقذوها البت بتشكرهم جدا على مساعدتها وبتعرفهم من اسمها ازو. ولكن في وسط كل ده بيوقفوا كلام فجاه لما بيشوفوا منظر صادم قدامهم. بيلاقوا قريه كوشوان اللي عايشه فيها البت الخادمه بتاعته مدمره بالكامل، صدمه بكل المقاييس. شكل كده الوحش دمرها في طريقه وخلص على كل اللي في المكان. ساعتها بيطلعوا جري على القرية عشان ينقذوا ما يمكن انقاذه، لكن من الواضح ان خلاص فات الاوان. لكن ساعتها بياخدوا بالهم من شوان وبيروحوا جري عليها، لكن الصدمه انها خلاص ماتت. ما هي ما كانتش عايزه تروح يا ابني وعايزه تفضل معاك، وبسبب كده بيحس نيك بالذنب لانه تسبب في موت حد كمان. لكن الواد بيقعد يفتكر الكلام اللي امه قالته له وان الوحش هو السبب وهو ما عملش حاجه غلط. وساعتها بيقرر انه ينتقم من الوحش ده وقبيلته كلها، وده عشان يوقف الشر بتاعهم اللي بينتشر في العالم كله. بعدها بيروح يدفنوا البيت عشان على الاقل ترتاح. وبعدها بيتكلم مع
مع باي وبيقول له هو انا اقدر اخلص على قبيله التعابين لوحدي، لكن باي بيحذره وبيقول له انهم اقوياء جدا، لكن عشان تفوز وتقدر تحمي كل الناس اللي بتحبهم فلازم تكون اقوى انسان في هذا العالم. وساعتها نيك بيفكر في الكلام وبيقول له تفتكر انا محتاج اتدرب كام سنه عشان اقدر افوز في المعركه دي؟ فباي بيقول له على الاقل 3 سنين، لكن نيك بيتعصب وبيقول له لسه هستنى 3 سنين كاملين، انت عبيط ولا ايه؟ وساعتها ازو بتيجي وبتقول له بص يا معلم انا عندي طريقه مش هتخليك تستنى 3 سنين. ساعتها الواد بيتفاجئ وبيقول لها طريقه ايه؟ فالبت بتقول انتوا طبعا عارفين ان تعبان الجناح ظهر في البحيره من الاف السنين ولحد دلوقتي ما مشيش من مكانه صح؟ بس ايه المهم في حاجه زي دي؟ بتقول لهم انتوا عمركم ما سالتوا نفسكم هو ليه قعد الفتره دي كلها هناك؟ الحقيقه ان هو ظهر وفي نفس الوقت ظهرت معاه جزيره كبيره في المنطقه، والجزيره دي مش جزيره عاديه، لا دي فيها نفق زمني، والنفق ده ممكن ينقلك للسيد سوهو، وده واحد من اقوى الناس في العالم ولكنه متقاعد في الوقت الحالي ومش بيدرب حد، بس هو شخص عايش بقاله كتير جدا، او من الاخر ممكن نقول عليه خالد. هو حاليا مش في العالم بتاعنا لكنه لما كان فيه عاش لالاف السنين، وفي خلال السنين دي قابل مشاكل وكوارث كتير جدا، لكنه كل مره كان بيقدر يخرج منها عايش ومفيش حاجه قدرت انها تموته، وعشان كده خاف ان قوته تقع في ايد الشخص الغلط فمشى من العالم ده. ساعتها باي بيقول لي نيجي ركز معايا، التدريب بينقسم لنصين، نص جسدي وده اللي انت بتقوي فيه عضلاتك وجسمك بتخليه اقوى، والنص التاني الطاقه الداخليه او بمعنى ادق اللي تشي، وده اللي بيخلي مصدر قوتك والهاله بتاعتك اقوى. ومن الاخر اللي تشي بتاعك عشان يكون اقوى انت محتاج تلف العالم الخارجي اكتر بحيث انك تشوف العالم اكتر وتبقى جزء منه، وفي النهايه بعد وقت طويل ممكن توصل لمستوى السيد سوهو وهو مستوى الخلود والقوه المطلقه. ساعتها باي بيسال ازو وبيقول لها انت تعرفي كل الكلام ده منين اصلا؟ فبتقول له في الحقيقه التعبان اللي في البحيره قال لي كل الكلام ده، ومش انا بس اللي اعرفه، ده انا وناس تانية من قبيلتي، وكان الهدف انه عايزنا ندخل الكهف اللي جواه نفق الزمن ونشوف ايه الدنيا جوه. فبيقول لها طيب ها احكي لي بقى في ايه تاني جوه غير نفق الزمن؟ فبتقول له في كنوز كتير، وطلع ان التعبان ده مش بيحمل كهف كده كمحبه فيه ولكنه بيحمل الكنوز اللي جوه من اي حد ياخدها، وده لانه تعبان طماع وعايز الفلوس دي كلها لوحده. فساعتها طلب من ازو واصحابها انهم يروحوا جوه الكهف، والهدف بتاعه اللي قالوا ليهم انهم يكتشفوا ايه اللي جوه ويعرفوا اسرار القوه من سوهو، لكن هدفه الحقيقي كان الكنوز اللي جوه. وفعلا لما بيدخلوا الكنوز بتزغلل عينيهم، وبالتالي كان في شويه منهم حاولوا انهم ياخدوا الكنوز دي، لكن طبعا الكنوز دي مش موجوده كده من غير حمايه، لا ده المكان مليان فخاخ مرعبه، وقد كان اول ما حد منهم بيقرب من الكنوز بيكون مصيره هو الموت، وبالفعل في عدد كبير من صحابها ماتوا. ساعتها باي بيتعصب وبيقول لها طالما المكان خطير بالشكل ده انت بتطلبي من نيجي انه يروح هناك ليه بقى على كده؟ فبتقول له انا ما قلتش انه يروح على هناك، هو كان عايز حل بديل وانا بعرض عليه الحل اللي اعرفه. ساعتها نيك بيقول انا مش عيل صغير وهقرر اعمل ايه بنفسي، وانا خلاص قررت ان اروح الكهف ده واحصل على القوه المطلقه من سوهو. ساعتها باي بيقول له خلاص انا جاي معاك عشان اساعدك، بس نيك بيرفض وبيقول له لا انت مش جاي معايا. فساعتها ازو بتقول له انت اصلا مش هتقدر تدخل معاه، وده لان الكهف لازم يدخله شخص لوحده ما ينفعش 2 او اكتر. وفعلا بينطلق نيك مع ازو لوحدهم، وباي والبت اللي كانت معاهم بيرجعوا تاني على المملكه، وبعد رحله طويله بيوصل نيك مع ازو لبوابه الكهف اللي فيه النفق. وساعتها ازو بتقول له انا مش هقدر اكمل اكتر من كده، انا هرجع وانت هتكمل طريقك لوحدك. وفعلا ده اللي بيحصل وبيكمل في طريقه جوه الكهف، واول ما بيدخل بيلاقي رساله مكتوب فيها انت دلوقتي هتعدي من 3 اختبارات، وفي حاله انك نجحت فيهم هما ال3 هتاخد الجايزه اللي انت عايزها. وفجاه بيبتدي ينزل من سقف الكهف حاجات ذهبيه كده، والحاجات دي بتتحول وبتبقى عدد مهول من الجنود. واحد منهم بيقول له بعصبيه ازاي تجرؤ على دخول المكان، مصير اي حد بيدخل المكان ده من غير اذن هو الموت الابدي. فساعتها نيك بيتوتر وبيكون مش عارف يعمل ايه في الورطه اللي هو فيها دي، وبيقرر انه بدل ما يحارب كل دول لانه مش عارف مقدار قوتهم اصلا بيقرر انه يهرب. وبالفعل بيحاول يخلص على كام واحد منهم بحيث انه يفضي طريق لنفسه، لكن ساعتها الواد بيتصدم، وده لانه لما بيقطع راس الجنود بيرجعوا من تاني. وساعتها بيعرف ان دول مش وحوش عاديه، لا ولو ما خدش القتال ده بجديه ممكن يموت. فساعتها بيستخدم اسلوب النار والماء من تاني وبيحاط بيه الجنود وبوم بيخلص عليه. لكن ساعتها بتحصل الصدمه اللي بجد، الجنود بيرجعوا يتكونوا من تاني. دول مش بيموتوا ولا ايه؟ الواد ما كانش عارف ازاي يخلص من ولاد الهرمه دول، لكنه مش بيستسلم وبيكمل قتاله ضدهم، وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني. بعدها بيقعد يحسب عددهم وبيطلع انهم 81 جندي. بيفضل يحاول مره ورا التانيه لكن برضه ما فيش اي فايده. فساعتها بيفكر وبيقول اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط في الطريقه اللي بيقتلهم بيها، وفي طريقه معينه هي اللي مش بتخليهم يتجددوا من تاني. لكن هي ايه الطريقه دي؟ حد يعرفني. بس استنى، هو انا متهيألي ولا الجنود كل ما اقتلهم ويرجعوا من تاني قوتهم بتكون اضعف شويه عن المره اللي قبليها؟ وده مش بينطبق على الجنود اللي بقتلهم بس، ده كل الجنود اللي في المكان حتى اللي ما قتلتهمش خالص. ايوه خلاص فهمت الموضوع، كل الجنود دي عباره عن جسم هو اللي بيتحكم فيها، وغير كده لما اقتل الجنود بيتحولوا
له رسائل ذهبي كده، وده معناه انه بيتحكم فيهم وبيرجعهم تاني بالسحر. لكن سحره ده اكيد ليه حد وبيضعف، يعني انا لو فضلت اقتل فيهم لحد ما سحره يخلص فاخيرا هيختفوا مش هيرجعوا من تاني. ايوه هي دي. وبالفعل بعد محاولات كتير جدا قدر اخيرا انه يخلص عليهم ومش بيرجعوا من تاني. لكن الواد كان حاله اتهد هو كمان ومش قادر يتحرك، فبيقعد في جنب يستريح شويه وبيطلع اكل وبياكل. لكن في اللحظه دي كان في مخلوق غريب كده بيراقبه، ولما شافه قدر يخلص عليهم بيكون مبسوط جدا، وشكل كده هو اللي كان بيتحكم في الجنود. بعدها نيك بيحاول يستعيد قوته من تاني، وساعتها المخلوق الغريب ده بيقرب منه، واول ما الواد بيشوفه بيتخض وبيبقى مش عارف مين ده. فساعتها المخلوق ده بيفضل يتكلم معاه، بيقول له فاكر الكلام اللي انت شفته في بدايه الكهف، الكلام اللي كان مكتوب فيه انك لو خلصت ال3 اختبارات ساعتها هتاخد الجايزه اللي انت عايزها. في الحقيقه بقى انا هو الاختبار الثالث. لكن نيك بيستغرب وبيقول له ازاي، ما انا خلصت الاختبار الاول بس بتاع الجنود، يعني قدام اختبار كمان قبل ما اوصل لك. فبيقول له بس في الحقيقه هو الاختبار الثاني مش موجود دلوقتي. فبيستغرب نيك من الكلام، لكن قبل ما يفتح بقه بكلمه بيبدا المخلوق ده يتكلم، بيقول له الاختبار التاني كان فيه حارس والمفروض انك تدخل ضده في قتال، لكن اللي حصل ان الحارس ده دخل في حاله اكتئاب، وده لان محدش يتحدى له سنين كتير لحد ما في الاخر موت نفسه. فمن الاخر مفيش اختبار تاني وانت هتقابلني انا على طول، لكن اوعى تستهزأ بيا، انا مش خصم سهل، انا من اقوى الخصوم اللي ممكن تشوفهم في حياتك. وفجاه بوم بيدوله ضربه بالطياره، بيقول له انا ممكن اسيبك تعدي ومش هدخل معاك في قتال، انا اصلا نسيت ان الوقت بيمر ازاي، ونسيت عدى وقت قد ايه بسبب ان محدش بيدخل المكان اللي احنا فيه ده، وعشان كده هكون كريم معاك شويه، مش لازم تهزمني عشان تجتاز الاختبار لان ده شيء صعب تعمله اصلا، يكفيك بس انك دغدشني، لو عرفت تصيبني باي اصابه مهما كانت ضعيفه ساعتها هتجتاز الاختبار. لكن الواد ما كانش واثق فيها اصلا، بيقول له انت بتحاول تخدعني مش كده. فالوحش بيقول له انت عندك ايه تخسره، ما تجرب يا عم مش يمكن اطلع صادق. فنيك بيوافق وبيطلع السيف بتاعه، السيف اللي كان اخده من ابوه في قتاله ضد التعبان لو فاكرين، وساعتها بيستخدم قدره السيف السحريه وبيحوله لسيفين. بعدها بيهجم على الوحش بكل قوته وبيحاول يحاوطه بالمهاره بتاعته، لكن الوحش بسهوله بيفك نفسه وهوب بيديله ضربه بالطياره. الواد مش بيستسلم وبيهجم تاني وبوم انفجار هائل في المكان، بيفتكر ان خلاص خلص عليه، لكن لا، الوحش بيظهر من تاني من غير ولا خدش في جسمه. فساعتها نيك بيتصدم وبيدرك انه مش هيقدر يخلص على الوحش ده مهما عمل، لان اقوى هجومين عنده ما عملوش فيه حاجه ولا خربشوه حتى. بس ساعتها الوحش بيقعد يعيط وبيقول له فعلا انت المختار، انت لو كنت اتدربت اكتر شويه كنت هتقدر انك تصيبني وتخليني اخيرا اقدر احس بالالم. انا زهقت من العيشه اللي انا عايشها دي، انا عايز اعمل زي صاحبي، عايز اخلص من الحياه المقرفه دي. ولسه بيكون هيقتل نفسه لكن نيك بيوقفه. فساعتها الوحش بيقول له انت قوي جدا، اكيد انت عارف طريقه اقدر بيها اذي نفسه واحس بالالم صح؟ فساعتها نيك بيقعد يفكر في الموضوع وبيبص على ايد الوحش، بيقول له انت مخالبك دي قويه جدا، دي تعتبر سلاح فتاك، هات ايدك كده. وساعتها بيستخدم مخالبه وبيقدر انه يجرح بيها جسم الوحش، لكنه ما كانش فاهم اللي نيك عمله. فالواد بيقول له انت مش قلت لو اذيتك هتخليني اعدي، دي كانت شروط الاختبار. فالوحش بيقول له بس انت ما اذتنيش، دي ايدي اللي اذتني. فساعتها نيك بيقول له ايوه، ومين اللي استخدم ايدك عشان يأذيك مش كان هو انا؟ فساعتها بيفهم الوحش خدعة نيك وبيبقى متكيف جدا، وبكده نيك بينجح في الاختبار الثالث. ساعتها الوحش بيقول له انت تقدر تكمل في طريقك ناحية الجايزة، وانا هقابلك في وقت تاني في الوقت المناسب يا سيدي. وبالفعل بيكمل نيك في طريقه داخل الكهف، وبعد شويه بيلاقي نفق مضيء قدامه، فبيفضل ماشي ورا النور ده لحد ما بيلاقي نفسه في اوضه غريبه كده هي مصدر الضوء. الغرفه ضخمه بشكل مجنون، شكلها غريب مش شبه اي حاجه شافها بطلنا قبل كده. لكن قبل ما يكمل رحلته بيقرر انه يقعد يريح شويه، وده عشان بس يجمع افكاره ويشوف هيعمل ايه. ولكن هوب بيلاقي قدامه مخلوق ضخم بيظهر من العدم. الواد كان مرعوب منه ومش عارف هيعمل ايه، لكن المخلوق الغريب ده بيحاول يهديه، بيقول له ما تقلقش انا مش جاي اسبب لك اي ضرر، انا الروح السحريه بتاعت السلاح الاسطوري الخاص بالسيد سوهو. لكن بيكون نيك مستغرب من الموضوع ده لانه اول مره يسمع عن حاجه زي دي، لكنه بيقول له اهم حاجه ما تقوليش انك اختبار جديد لاني جبت اخر خلاص ومستحيل اقدر اتعامل معاك. فالروح بتقول له ما تقلقش، انا عارف انت عديت من الاختبار ازاي، لكن في الاول والاخر انت اسمك عديت من الاختبار، وعشان كده هتكون السيد الخامس للمكان اللي احنا فيه ده. فبيستغرب نيك من الموضوع وبيقول له ازاي مش المكان ده بتاع سوهو، ازاي في 3 تانيين غيره؟ فساعتها الروح بتقول له ايوه، السيد سوهو كان واحد من اسياد المكان وهو ترتيبه الثالث، المكان ده كان موجود من زمان جدا، واللي يفسر كلامي ده هو حجم المكان الضخم. في الحقيقه اللي عامله هو السيد الاول للمكان واللي كان عملاق جدا. فلما بيفكر نيك في الموضوع بيقول خلاص سيد انا هبقى سيد المكان، وفي الاول والاخر انا هستفيد برضه، انا هاخد كل الكنوز بتاعت سوهو. لكن ساعتها الروح بترفض وبتقول له انت مش هتنفع تاخدهم. فبيتعصب نيك وبيقول له انت عبيط ولا ايه، مش انا سيد المكان ده؟ فالروح بتقول له ايوه كلامك صح، لكن انت لسه ضعيف جدا ومش هينفع اديك الكنوز. لكنه بيدوله حاجه تانية
وهي مفتاح بيخليه يتحكم في المكان اللي هم فيه، يقدر يدخله ويخرج منه زي ما هو عايز. وكمان المفتاح ده بيقدر يفتح ليه اماكن معينه فيها كنوز يقدر يستخدمها زي ما هو عايز. فساعتها نيك بيساله وبيقول له انا عايز اقابل السيد سوها عشان اتعلم منه، لكن الروح بتقول له انا ما اعرفش هو فين واظن طلبك هيكون صعب. فنيك بيقول له الروح انت قعدت مع سوهو كتير، اكيد انت عارف شويه من المهارات بتاعته. فساعتها الروح بتزهق من الواد لكن بتقول له بص انا هقول لك اللي انا اعرفه وهديك نصيحه تحطها حلقه في ودنك. انت عشان تبقى قوي محتاج تكون قواك العقليه قويه وتعرف تتحكم في مشاعرك. انا شفتك في الاختبار الثالث وشفت كميه الغضب اللي انت كنت فيها. انت لو كنت اتحكمت في مشاعرك اكتر من كده كنت هتقدر تفوز في المعركه دي بسهوله، لكنك للاسف غبي جدا. فساعتها نيك بيقول له انا لو معايا سوهو كان هيعلمني اكيد الكلام ده وهيخلينا اقوى. فساعتها الروح بتقول له عن تقنيه معينه ممكن تساعده انه يكون في مستوى تاني خالص من القوه. التقنيه دي سريه جدا وهي تقنيه الالف سيف، واللي بنعرف ان ليها 9 مستويات وكل مستوى اقوى من التاني. لكن لما توصل للمستوى التاسع والاخير حرفيا محدش هيقدر يقف قدامك، لكن بقوتك الحاليه مش هتقدر توصل للمستوى ده. لازم تزود المنى بتاعتك اكتر وتكون اقوى. انا هعلمها لك وتقدر تستخدم جزء من قوه التقنيه، لكن اوعى تجهد نفسك وانت بتستخدمها عشان ممكن تموت. وبالفعل بيعلمها له وبعدها الواد بينطلق على مكان قبيله التعابين. يا حلاوه. وفي مكان تاني بقى بنشوف باي اللي بيكون راجع للمملكه من تاني وقال لي جي ولاي على كل اللي حصل، والكل ما كانوش مصدقين اللي سامعينه. لاي بيبقى شايف ان اللي عمله نيك ده جنان وبقوته الحاليه هيكون مصيره الموت على ايد قبيله التعابين، لكن باي والاب بيكونوا واثقين في قدراته. ولكن في مشكله اكبر من كل ده بتبقى شاغله دماغ لاي، وهي ان من 18 سنه كان في معركه بين عائله نيك وعائله تانيه كانت هي اللي عايزه تحكم المملكه، وده عشان تتحكم في القوى اللي موجوده هنا. والمكان اللي نيك سيطر عليه ده بنكتشف ان اسمه البيت البنفسجي، وجواه كميه كبيره من القوة والكنوز. فالعيلة اللي هتقدر تسيطر على البيت البنفسجي بالتالي هيكون معاها القوة والسلطة وكل الكلام ده. بس ساعتها العيلة دي كانت أقوى من عيلة نيك، وبعد قتالات ونزاعات كبيرة تواصلوا الهدنة. لكن برضه العيلة التانية كانت عايزة تاخد قوة البيت البنفسجي، وتحركات نيك دي ممكن تخليهم يتعصبوا. والعيلة اللي احنا بنتكلم عليها دي هي عيلة زولونج. ساعتها الأب وبما إنه القائد بيقرر إنهم لازم يستعدوا بالكامل عشان لو دخلوا في قتال ضدهم يبقوا الكل مستعد. لكن لاي بيكون متعصب جامد وبيقول أنت عارف ليه أنا خدمتك؟ أنا ليه أصلا جزء من العيلة دي؟ انا جزء منها عشان اعاقب عائله زولونج على اللي عملوه، وكان ممكن ان اكون جزء منهم بكل بساطه. وساعتها كانوا هيخلونا اتمرن على تقنيات سريه كتير، وكان زماني في مستوى تاني من القوه. لكني ضحيت بكل ده عشان اقدر اعاقبهم على جرايمهم، وانت جاي تضيع كل ده عشان عيل فاشل زي نيك؟ يا راجل ده انا مش بعرف انام الليل بسبب كده، ودلوقتي انت جاي تاخد حلم الانتصار عليهم مني. وبيقعد لا يعيط على كل اللي بيحصل ده، لكن الاب بيواسيه وبيقول له ما تقلقش. بعدها بيخطف في كل افراد العائله، بيقول لهم المره اللي اتجرأت فيها عائله زولونج انها تحاربنا كنا ضعاف جدا، لكننا دلوقتي غير، وجه الوقت عشان ناخد حقنا من تاني. المره دي احنا هنحارب كلنا، هنحارب لاخر نفس، احنا مش هنخسر مهما كان الثمن. بعدها بنروح لعائله زولونج اللي بيكونوا ساكنين في اعلى الجبل، وبنشوف القائد اللي بيجي له واحد من رجالته بيقول له انت فاكر الواد اللي اسمه نيجي اللي من عائله جي؟ فالقائد بيقول له طبعا فاكره، انا كنت هموت وانا بحارب ابوه ونجيت بعجوبه، وهو كان لسه عيل في بطن امه في الوقت ده، لكن اعرف انه عيل ضعيف وملوش اي لازمه، فمن الاخر مش هيكون تهديد لينا خالص. فالمساعد بيقول له انا في الاول كنت بفكر زيك كده، لكن انا من شويه جالي رساله من عائله ايرون، ايوه هي نفس عائله الواد زهان، بيحذروا في الرساله دي من مستوى قوه نيجي اللي وصل لمستوى عالي جدا. لكن القائد لما بيعرف المستوى اللي وصل ليه مش بيقلق برضه، وبيقول للمساعد بتاعه يا عم كبر دماغك، ده برضه مستوى ما يتخافش منه يعني. فبيقول له ايوه ما انا عارف، لكن انا خايف من كونه قدر يوصل لقدرات احنا لسه ما نعرفهاش، وساعتها هيكون مشكله كبيره. وبالفعل بيبدا القائد يقلق من الموضوع ده. بنسيبهم بقى وبنروح لمكان الوحش اللي دخل في معركه مع عائله نيج، كان قاعد في الميه ومتعصب جدا. لكن ساعتها بيجي له واحد من اتباعه بيقول له الحق، الواد نيجي اللي قتل ابنك بيقرب من هنا وخلاص هيوصل. فاول ما بيسمع الكلام ده بيتعصب جامد وبيقول اخيرا جه وقت الانتقام، انا لازم انتقم لابني من الشخص اللي تسبب في موته. وبيتحرك بسرعه ناحيه مكان نيج، وبالفعل بيوصل وبيشوف الواد اللي كان عامل اعصار في الميه وماشي فيه، وبيكون باين عليه الغضب وانه جاي الهدف واحد بس، وهو قتل هذا الوحش اللعين. وفي ثانية بيبدأ القتال وبيهجم الوحش على نيجي اللي بيتفادى الهجوم، بينطلق على الوحش وبوم بيغرز السيف في عينه. لكن ساعتها الوحش بيعمل اعصار كبير، فالواد بيضطر يطلع من الميه والوحش وراه مش سايبه. لكن نيك في ثانية بيشرح جسمه، بعدها بيفعل تقنيته وبيحاول بيها دماغ الوحش وبيضغط عليه بكل قوته. ساعتها الوحش بيهرب بسرعة تحت الميه، لكن على فين؟ الواد واقف مستنيه. بيستخدم تقنية الألف سيف وبيهجم على الوحش وبوم بيخترق جسمه بالكامل، مش بيسكت وبيفجر راسه هي كمان وبينهي الموضوع. يا سلام على الجمدان يا نيك.
واخيرا العالم خلص من شر هذا المخلوق اللعين. بنرجع تاني لجو اللي كان بيحط خطه للحرب، لكن بتيجي ساعتها واحده من المساعدين وبتقول له الحق السيده يوشي اغمى عليها وشكلها تعبانه جدا. فجي بيروح لها بسرعه عشان يشوف مالها، ولما بيروح بتقول له ما تقلقش انا كويسه، لكن عايزاك في حاجه مهمه. الحرب اللي احنا داخلين عليها دي هتبقى صعبه جدا، حتى ابننا نيج ممكن يكون قوي لكن مهما كان هيفضل شخص واحد بس. احنا لازم نوقف الحرب دي. لكن جي بيقول لها خلاص الحرب بدأت ومش هينفع نرجع في كلامنا. فبتقول له حس كده بقى، انا هقول لك على تعويذه انت لازم تستخدمها. التعويذه دي احنا بنستخدمها في حمايه الناس، والتعويذه دي هي التنين السماوي. صحيح عائله زولونج فيها ناس كتير اقوياء، لكن محدش فيهم هيقدر يكسر التعويذه دي، واللي هيحاول يقرب منها هيكون مصيره هو الموت. وبتبدا يوشي تفعل التعويذه، وبتقول له جو خلي بالك التعويذه دي ليها نقطتين ضعف. اول نقطه هي ان التعويذه دي ما ينفعش تحركها لمكان تاني بعد ما يتم تفعيلها، عشان كده انت هتفعلها بس اول ما تبقى في ساحه القتال مع عائله زولونج. والمشكله التانيه هي ان التعويذه دي عشان تشتغل بتشتغل على عائلتها بس. طب ايه المشكله في كده؟ هقول لك انا، يوشي دي اصلها من عيله غير عيله جي، والتعويذه دي محتاجه حد من الناس لعيله يوشي عشان تتفعل، وده لانها تعويذه خاصه بالعيله دي. فدلوقتي لازم حد من عيلتها يكون موجود في ارض المعركه مع جي. وبعد ما جي بيخلص كلام مع يوشي بيقول لي باي على اللي حصل. فساعتها باي بيستغرب، بيقول هي ليه ما استخدمتش التعويذه دي معانا في الحرب اللي كانت من 18 سنه. فجي بيقول له ساعتها كانت حامل في نيج، ولو استخدمت التعويذه في حالتها دي كانت ممكن تموت هي والجنين. بعدها بيقول له احنا عيلتنا تعتبر ميته في الحرب دي، لكن في شخصين بس هم اللي يقدروا ينقذوها وهم انت ونيج. انت ماضي العيله دي ولازم تكون مصدر الامل، ونيج هو المستقبل. اما عن نفسي فانا هضحي بنفسي. انت هتعمل ايه يا ابن المجنونه؟ من الواضح كده ان جي مش ناوي على خير خالص. بنروح بعدها لنيج اللي كان ماشي في الغابه وفجاه بيعدي من فوق سهم ذهبي، بيقول السهم ده بتاع عيلتنا، وطالما اطلقوه كده ده معناه استدعاء لجميع افراد العيله. فبيجري بسرعه عشان يرجع المملكه. بعدها جي بيستدعي كبار عيله يوشي وبيعتذر منهم لانه قطع التدريب بتاعهم وخلاهم يجوا بسرعه. وفي اللحظه دي بيوصل نيج هو كمان وبيسلم على جده وجدته. المهم بعدها بيروح على القصر عشان يخططوا هيعملوا ايه في المعركه. ولما بيعرف نيج اللي حصل بيكون متعصب جدا. بيسال ابوه هو مين اقوى واحد في العيله دي، فبيقول له تونج نائب القائد، وده يبقى اقوى شخص في العيله كلها. حرفيا قوته مرعبه ويقدر لوحده يخلص على جيوش كامله، وده لانه فضل يتمرن على ايد اقوى المحاربين وبقى في مستوى تاني من القوه. وشو قائد العيله هو كمان قوته لا يستهان بيها. بعدها جي بيبدا يشرح لهم الخطه، بيقول لهم احنا هنعلن الحرب على زولونج ونستنوهم في ساحه القتال، واول ما يوصلوا هنفعلوا التعويذه الخاصه بيوشي وتبدا المعركه. لكن عشان يعلنوا الحرب لازم مرسال يروح لهم ويعلن عليهم الحرب، بس ما كانوش عارفين مين هيروح في المهمه الخطيره دي، لحد ما نيك بيتطوع وبيقول انا هروح. الكل في الاول بيكون رافض لانه امل العيله الوحيد، لكن الواد بيقول لهم من غيري ممكن يروح. بيطمنهم وبيقول لهم كده كده معايا القلاده بتاعت ابويا وانا مش هروح بعيد، دول كلهم 10 اميال يعني. فبيقتنعوا فعلا وبيوافقوا، وبيطلبوا من باي يروح معاه عشان يوصلوا بسرعه. وبالمناسبه يا صديقي باي ده عنده القدره انه يتحول لاشكال مختلفه من الوحوش، ولو مش فاهم فهتشوف دلوقتي. المهم بنروح لعيلة زولونج اللي كانوا عاملين اجتماع ومستدعين كبار العيلة هم كمان. تونج كان متعصب جدا وبيقول له شو هو الموضوع كان يستاهل كل ده عيلة جي يا عم، احنا مش محتاجين نستدعوا كل كبار العيلة عشان نهزموهم. لكن القائد شو بيقول له لازم ناخدوا احتياطاتنا برضه، ممكن يظهر من عندهم شخص يكون قوته غير متوقعة ويقلب المعركة بالكامل. وفي اللحظة دي بيوصل نيج على المكان ومعاه باي واللي هو الذئب السحري ده. بعدها الواد بيقول هو فين اللي اسمه تونج ده اللي عامل لي فيها راجل؟ انت هاجمتني لما كنت لسه في رحم امي ولازم انتقم منك، استعدوا للقتال كويس لان هيتم ابادتكم عن بكره ابيكم. وبعدها بيمشي، وفي الطريق بياخدوا بالهم من شخص معدي من قدامهم. فباي بيقول له الشخص ده هو نونج، وده يبقى اول مستخدم للاختام في التاريخ. فساعتها نيك بيقرب من نونج وبيحاول يتعرف عليه بكل احترام، وبيقعد يتمحلس عليه بكلمتين حلوين عشان ياكل بيهم دماغه، وبيطلب بعدها منه يساعدهم في الحرب. بعدها بيرجع نيك على البيت عشان يشوف الاستعدادات ماشيه ازاي. وبيجي بقى اليوم الموعود، وبنشوف عدد كبير من رجاله زولونج وهم بيتحركوا ناحيه مكان القتال. والمكان ده هو متاهه كبيره في الهواء عملها جد نيك، واول ما بيوصلوا بيدمروا الختم اللي بيمد المتاهه دي بالطاقه. ولما المتاهه بتتكسر بيشوفوا نيك ولاي. ساعتها نيك بيستفز تونج وبيقول له امك في العشه ولا طارت؟ بس كل ده كان فخ من جد نيك، لان فجاه بتبدا طاقه سودا تحوط المكان كله، وكل ده بيحصل عشان يعطلهم مش اكتر. وده على ما يتم استخدام تعويذه التنين الخاصه بيوشي. والتنين ده بيكون ليه 4 اجزاء، كل جزء بيتحكم فيه شخص معين. راس التنين هيتحكم فيها لو، ومخالب التنين هيتحكم فيها لاي، والجسم الجد هتتحكم فيه، والديل
نيجل بقى جي اللي هيتحكم فيه. كله كده جاهز، فيوشي بتبدا تستخدم القدره بتاعتها وبتعمل التعويذه اللي بتطلق العنان لتنين مرعب ليس له مثيل، وبيكون كل جزء منه تحت تحكم حد زي ما قلنا. وفي الاثناء دي قبيله زولونج بتتقسم لنصين، نص بيكون بقياده الزعيم وبيدخلوا جوه الفخ بتاع الجد، وده عشان يدمروا الفخ من جوه زي ما عملوا مع المتاهه، والنص التاني بيكون بقياده تونج وده اللي هيستنى بره، وبيكون الفريقين معاهم قلاده. في حاله ان حد من الفريقين كسر القلاده دي فالنسخه التانيه من القلاده هتروح متكسره هي كمان، وبالتالي هيدركوا ان في مصيبه. بنرجع بقى لفريق الزعيم اللي بيكونوا جوه الفخ، لكن ساعتها بيظهر لهم التنين بيطلق عليهم هجمات مدمره بتخلص على جزء منهم. التنين مش بيسكت وبوم بيخلص عليهم، وبالفعل في 4 اشخاص منهم بيموتوا. بيترعبوا من اللي شافوه بيقولوا ده شكله تنين حقيقي. فالكايت ساعتها بيدمر القلاده اللي معاه، وتونج في اللحظه دي بيدرك انهم خلاص دخلوا الحرب ومفيش وقت للتراجع. لكن مش ده الخازوق الوحيد اللي صحابنا جهزوه عشانهم، وده لان نيك بيتعاون مع ابوه وباي، وساعتها جي بيدي جزء من طاقته لنيك وبيساعده على استخدام تعويذه الالف سيف. فنيك بيستخدم القوه دي على قائد زولونج واللي معاه، والدنيا بتمطر عليهم سيوف حرفيا. لكنه مش بيكتفي بكده، ده بيحول السيوف لقطرات ميه صغيره، الدنيا بتمطر عليهم وكل قطره بتكون عباره عن سيف حرفيا. وفجاه بوم رؤوس الاعداء بتطير. لكن ساعتها قائد زولونج بيجمعوا قوتهم كلها وبيطلقوا ضربه قويه على نيك، وبسببها نيك بيتصاب جامد وبيطير لبعيد. جسم الواد اتشرح حرفيا والجروح كانت عميقه جدا، لكن حاجه زي دي مش هتاثر على بطلنا اللي بيقوم وبيعالج الجراح دي في لمح البصر. بيتحرك من تاني عليهم بسرعه، بس في الوقت ده رجاله زولونج بيعملوا حسابهم عشان يوقفوه، وبيستخدموا تقنيه حمايه قويه جدا عشان يصدوا الهجوم، حرفيا اقوى تقنيه دفاع عندهم. لكن فجاه اثر ضخم بيحصل في المكان. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايوه ده التنين الاسطوري بيدخل عليهم، بس ده مش جاي لوحده، ده جاي بقياده نيك اللي في ثانيه بوم بيدمر التعويذه. اقوى تعويذه حمايه عندهم اتدمرت في ثواني. ده القوه الكاسحه دي. ساعتها بيترعبوا وبيحاول يهرب، لكن نيك بيطلق عليه وابل من الطلقات. بعدها باقي رجاله زولونج بيحاولوا انهم يخلصوا على نيك، لكن كل ده من غير اي فايده، وده لان ضربتهم مش بتعمل حاجه اصلا. بعدها نيك بيجمع كل ما اوتي من قوته وبوم بيطير دماغ الاول. تعالي بقى يا حلوه انت، وبوم كده 2. التالت بقى بيشق نصين، بينزل بقى على اخر 3 وبضربه واحده بيخلص عليهم. لكن لسه المعركه ما خلصتش وفي مصيبه تانيه في الطريق. بعدها نيك بيقعد يتأمل شوية عشان يفهم قوته أكتر، وفي اللحظة دي بتنفجر الطاقة في جسمه وبيوصل لمستوى طاقة ليس له مثيل. حرفيا دلوقتي نيك في مستوى تاني خالص، ده مين اللي هيقدر عليه؟ بنروح بقى للفريق التاني اللي ما كانش فاضل منه غير تونج وبيحاولوا يقتلوه، لكن الواد مش سهل وبيدمر التعويذة بالكامل. ده ايه القوة دي؟ بيستعد بقى عشان يخلص عليهم، لكن تفتكر ان نيك هيسيبهم يموتوا بالسهولة دي؟ لا، بوم دخول رايق بيسبب حرايق، بيوصل عمنا وهو في حالته الجديدة ومحدش هيقدر عليه. لكن تونج برضه ما طلعش كل اللي عنده، بيكشف عن قوته الحقيقيه، بس نيج ولا فارق معاه. بوم بيهجم عليه، لكن الواد ولا في دماغه، بيبعد هجومه التاني ولا كانه حاجه. ساعتها تونج بيتعصب جدا وبيطلق عليه هجوم فتاك، لكن الواد بيصده برضه بس بيتاثر شويه، وهوب في ثانيه بيظهر وراه. بس تونج واخد باله كويس وبينطلق عليه بهجوم اسطوري. الواد هو كمان مش بيسكت وبيطلق عليه هجوم مضاد، لكن تونج بيدمره في ثانيه والقتال كان مولع. وساعتها تونج بيقدر يرجع بطلنا لورا. لا عاش عليك يالا، صدي بقى دي لو ذكر. بوم بيطيره. نيك مش بيدوله فرصه وبيحاوطه بقوته، والواد ما كانش قادر يتحرك، لكنه بيجمع كل ما يملك من قوه وبيقدر يفك نفسه. نيك بيهجم من تاني وهوب بيجي من وراه وهاتك يا تقطيع. بيتبادلوا الضربات، ضربه من هنا على ضربه من هنا، والقتال نار يا حبيبي نار. لكن ساعتها تونج بيمسك نيك وبيحدفه لبعيد، بيلحقه بضربه اسطوريه، لكن نيك بوم ضربه خارقه بتشيل الواد وبترجعه لشكله الطبيعي. ده الحب جاني وهوب بينتهي القتال. بعدها نيك بيجمع كل الطاقه اللي حواليه وبيشفي كل جروحه، لكن ساعتها هجوم جبار بينزل عليهم من السما، والعجوز اللي شفناه من شويه بيوصل على المكان. وتخيل ده مين يا عزيزي؟ ده سوهو، كان جاي عشان يتاكد اذا نيك يستاهل يكون السيد الخامس ولا لا. لكن نيك كان لسه بيسترجع قوته وبيطلب من عيلته توفر له شويه وقت، وبالفعل بيوحدوا قوتهم وبهجوم اسطوري بيحاولوا يتصدوا له. لكن ساعتها هجوم سوهو بيتحول لتنين هو كمان وبيهجم على تنين صحابنا، وحرفيا بيقطعه مش بيسيبه وبيخلص عليه. وفي اللحظه دي بما ان كبار العيله هم اللي كانوا بيتحكموا فيه بيموتوا واحد ورا التاني، وايوه من ضمنهم عيله نيك اللي بيموتوا هم كمان ومش بيفضل غير باي. طب ليه كده طيب؟ وساعتها نيك بيعيط وبيتعصب جامد وحرفيا قوته بتنفجر، وسوهو ساعتها بيتفاجئ. الواد حرفيا بيخترق القوه العظمى الاقوى في الكون بالكامل، وهوب بيهجم على التنين بتاع سوهو بيخلص عليه في ثانيه. ساعتها سوهو بيتضايق وبيطلق العنان لقوته هو كمان، لكن نيجو بمساعده باي اللي بيطيره لفوق في السماء، وبعدها بينزل على سوهو بهجوم كاسح بيخلص عليه هو والمكان بالكامل. نيك بينتصر اخيرا في القتال، لكن بعد ايه؟ رابح المعركه وخسر الحياه التي كان يقاتل من اجلها.
عليها عاد منتصرا، فلم يجد بيتا يعود إليه، لا أما تأخذه بين أحضانها، ولا أبا يربط على كتفه، لا عائلة تشاركه هذا الانتصار. يا لقسوة القدر، يجعلك تنتصر ثم يسلب منك سبب الانتصار. لحد هنا بقى بيخلص الانمي يا صديقي، لكن اهم حاجة ما تنساش الصلاة على اشرف الخلق سيدنا محمد، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.